اهلا بيكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم فيديو جديد، وصفة جديدة، وهنعمل مع بعض طريقة حلوة جدا للسمك المشوي. معايا سمك نضفته طبعا عند الراجل. هملحه من الناحيتين. بعد لما جيت طبعا البيت شطفته كويس جدا وغسلته. هجيب بقى ملح وهملحه على الوشين، وهسيبه كده شوية لحد لما احضر التتبيلة هشطفه تاني. تمام. هنجيب معلقة من الثوم المهروس ومعلقتين من الفلفل الحار الأحمر أو البارد. عايزة تحطي فلفل أخضر، ما عندكيش أحمر عادي شغال، ممكن بينفع. فالأساس تتبيلة السمك بالفلفل الأحمر. هحط معلقة من الملح ومعلقة من الكمون ومعلقة من الكزبرة الناشفة، وهحط كمان شوية من يعني حبيت ازود تاني كزبرة. هنحط بقى شوية خل، يعني ربع كوباية من الخل، ومعايا ليمون. انا جيت ادور في التلاجة علشان احط ليمون، ما لقيتش عندي ليمون في الفريزر. بينفع جدا، بتطلعيه من الفريزر بتحطيه في كوباية فيها مية بيفك بسرعة، وبعد كده بتستخدميه. هحط بقى ايه، ليمونتين. تمام. لو انت هتجيبي السمك مش هتعمليه النهارده، بتجيبيه ما تنضفوش وشيليه في الفريزر مش متنضف. معايا بقى بواقي من الخضره. كان عندي شويه خضره حطيتهم بقى في علبه، حطيت منديل تحت ومنديل فوق علشان احافظ عليها. ممكن تقعد معاكي اسبوع. احط بقى شويه خضره كده على التتبيله بتاعتي، بتدي طعم حلو قوي للسمك المشوي. هجيب بقى معايا طماطمايه هقطعها برضو على التتبيله بتاعتي. وكده التتبيله بتاعتي حلوه جدا. ممكن تضيفي بصلايه، آه يعني برضه هتديكي نكهة حلوة قوي. تمام. هنعبي بقى نحشي قصدي السمك. هنحط كمان معلقتين من الزيت، وهنقلبهم كويس قوي، وهنملحه بقى يعني ندوق الملح بتاعه. لو مظبوط يبقى تمام. شطفت السمك من الملح، وبعد كده تبلته بالتتبيلة بتاعتي من جوه ومن بره. هجيب بقى السمك بتاعي. بصوا، لما تيجي تشوي السمك، القشرة اللي بره ديت السمك المشوي ما تشيليش القشرة علشان يستحمل النار، لكن المقلي بنشيل القشرة اللي بره، القشور اللي بره دي. هحط هنا حوالي معلقة من الزيت عشان الطاسة بتاعتي الصاجة بتاعتي ما تلزقش. دي صاجة الفرن الكهرباء. ما عنديش صاجة وعايزة اشوي سمك، اعمل ايه؟ رحت جايبة بقى الصاجة بتاعت الفرن الكهرباء. حلوة جدا، بتساعدني كتير في ان انا اشوي السمك كويس جدا. هجيب بقى كوباية من الردة. على حسب بقى كمية السمك اللي عندك، ما تحطيش ردة كتيرة، والردة بتاعتك تشيليها في التلاجة علشان ما تسوس. تمام. يعني انت مثلا هتجيبي ربع كيلو من الردة، حطيه في التلاجة وقت ما تستعمليه. هاتي منه شوية ورجعيه التلاجة تاني عشان ما يسوس منك. خلاص، تبلنا السمك بتاعنا بالردة على الوشين، وهقلبه بقى. يعني كده خلاص خد الوش الاولاني. النار بتاعتي بتبقى عالية في الاول، وبعد كده بخليها متوسطة عشان السمك بتاعي يستوي من بره ويستوي من جوه. كده بقى استوى على الوش الاولاني. هقلبه بقى على الوش التاني. عايزه اقول لكم طعمه حلو جدا، بيدخن الشقه. لو عندك شفاط بقى شغليه، فتحي بقى الشقه كلها علشان ايه الدخنه دي. كده خلاص بعد ما شويت السمك بتاعي وخلصته. لو وصلتوا لحد هنا بقى ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس واختاروا الكل، وحطوا لايك وكومنت حلو زيكم، علشان يوصلكم مني كل جديد. هما كانوا 6 سمكات، انا قليت سمكية ليا انا.